ما فيش حاجة اسمها بداية من تحت، هي في بداية، البداية دي بقى ممكن تكون على كل واحد وإمكانياته، مش شرط إمكانياته المالية أو إمكانياته الاجتماعية أو إمكانياته التعليمية، عشان كده كل واحد فينا حياته مختلفة والصفر بتاعه أو البداية بتاعته مختلفة، ولكن أنت لازم تبدأ ولازم تشتغل على موضوع البداية، مفيش حاجة بتبدأ من النص، مفيش حاجة بتبدأ من الكمال، كله بيبدأ من البداية. خليني أقول لك قصة حصلت معايا وكانت تعتبر شبه البداية. بعد ثورة يناير طبعا وحصل البلد بقى كان فيها حاجات كتير والبيزنس باظ والحياة اتدمرت على بعضها، فأنا قررت أسيب مصر وأسافر أبدأ في حياة جديدة في دنيا جديدة. كل الناس حواليا أنت لسه هتسافر بلد من بداية وتبدأ من جديد وهتبدأ من الصفر، أنت كنت مدير، أنت كنت مش عارف إيه، لسه هتبدأ سيلز من البداية في بلد جديدة. كانت بالنسبة لي دي بداية. أي حد مكاني كان هيخاف يقول لك لا يا عم أنا إيه اللي يخليني أبدأ من جديد، أنا استنى شوية البلد وكده كده أنا بقى ليا مكانة وليا حياة هنا وأقدر أبدأ. ولكن أنا كل اللي كنت واقف فيه مش نقطة البداية، كنت شايف الفرصة إنك ممكن تسافر في بلد جديدة وحياة جديدة، ساعتها هتقدر تنجح، هيجي لك فرص مختلفة، هتشوف حياة مختلفة، بناء عنه ممكن تلاقي نفسك في نقطة تانية خالص غير اللي كانت فيها أحلامك وطموحاتك وأنت في مصر. وهي دي ميزة البدايات مش بس بداية رواية وتبقى صعبة، بالعكس دي ممكن تبقى بداية قصة حلوة جدا أنت ما كنتش متخيل في يوم من الأيام توصل لها، وهكذا. وفعلا هو ده اللي حصل لما سافرت، وسنة واثنين وثلاثة وعشرة بدأت أخد خبرات وأروح شركات كبيرة، وصلت شركات عالمية، وعلاقات هي اللي خلتني أخد خبرات، هي اللي خلتني بقيت عارف على الأقل أغلب السوق بتاعي والسوق عارفني، فبقى يفتح لي فرص كتيرة وعلاقات كتيرة تجيب لي فرص أحسن وتغير حياتي للأحسن. عشان كده البدايات عمرها ما كانت وحشة، بالعكس البدايات هي بداية النجاح، بداية كل شيء كويس.